عن المشاريع الجديدة اللي بتتم حوالين القاهرة لتخفيف الازدحام وتوفير أقصى درجة من الراحة للمواطنين. النهاردة هنتابع مع بعض داخل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عبارة عن إيه؟ متى تم إنشائها؟ هيتم الانتهاء إمتى؟ وكمان مجموعة الإسكان الموجودة فيها من 3 مراحل اللي هنتابعهم مع بعض. تابعونا وبرنامجكم. نبدأ لقاءنا الآن مع المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة. أهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. باشمهندس، عايزين نعرف مبدئيا إيه هو الفرق ما بين 6 أكتوبر الجديدة الفرق ما بين 6 أكتوبر القديمة؟ إحداثياتها عبارة عن إيه بالظبط بين الرؤية الهندسية الخاصة بسيادتك؟ طبعا احنا ما كناش نعرف غير مدينة 6 اكتوبر. في شهر 9 حصل قرار تقسيم لمدينة 6 اكتوبر، تقسيمها ل3 مدن. 3 مدن عبارة 6 أكتوبر نفسها بتتقسم إلى 3 مدن. ايوه 6 اكتوبر اتقسمت ل3 مدن: مدينة الشيخ زايد، مدينة 6 اكتوبر، مدينة حدائق اكتوبر، مدينة 6 اكتوبر الجديدة. عندنا 6 اكتوبر القديمة حوالي 52 ألف فدان، حدائق اكتوبر حوالي 27 ألف فدان، مدينة 6 اكتوبر الجديدة حوالي 90 ألف فدان. دي اللي احنا فيها دلوقتي. اللي احنا موجودين فيها 90,000 فدان، يعني تقريبا ممكن تكون قد الاثنين الأولانيين وزيادة 20,000 فدان. بالظبط حوالي مرة وتلت مرة ونص كده ان شاء الله. طيب بعدها قد ايه من اكتوبر القديمه؟ اكتوبر الجديده اللي احنا فيها دي حاليا بعدها قد ايه؟ بعدها قد ايه من القاهره نفسها؟ هو 6 اكتوبر طبعا احنا عارفين انها مربوطة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي عن طريق وصل الدهشور. 6 اكتوبر الجديدة اكستنشن ل 6 اكتوبر القديمة، بتبتدي من صينية الواحات حتى 20 كيلو طريق الواحات، وبعرض حوالي 20 كيلو. يعني محاور الخدمه ليها او محاور الدخول والخروج ليها هي مدخل الواحات فقط. ده اللي احنا بنحاول، ده حاليا. انما طبعا اي مدينة جديدة بنبقى حريصين ان يبقى لها مدخل رئيسي. فدلوقتي جاري دراسة انشاء مدخل رئيسي يدخلنا 6 اكتوبر الجديدة من عند محور الضبعة. جاري دراسة مدخل رئيسي يدخلنا من ناحية الفيوم لمدينة 6 اكتوبر الجديدة. طيب باشمهندس، عن مدينه 6 اكتوبر الجديده، 6 قلت تقريبا 90,000 فدان. 90,000 فدان عباره عن ايه؟ بتقسموا عباره عن ايه؟ مناطق، لاندسكيبس، اماكن اسكان، اماكن مصانع، عباره عن ايه 90,000 فدان؟ مدينة 6 اكتوبر الجديدة حاليا جاري اعتماد المخطط الاستراتيجي بتاع تقسيماتها. مدينة 6 اكتوبر الجديدة هيبقى فيها مشاريع لإنشاء جامعات، هيبقى فيها مناطق للأبراج السكنية، هيبقى فيها مناطق لجميع التجمعات السكنية مختلفة الكثافة. يعني هيبقى عندي إسكان منخفض الكثافة، إسكان متوسط الكثافة، إسكان مرتفع الكثافة. هيبقى فيها مرابط للخيول ومنطقة للسفاري. دلوقتي احنا تقريبا وزارة النقل جاري تسليمها حوالي 300 فدان كميناء جاف. طبعا مدينة 6 اكتوبر الجديدة هيكون لها نصيب من المدن المستدامة، وطبعا ده منهج الدولة حاليا بناء على ان في تعليمات ان احنا نرشد الطاقة سواء في الكهرباء سواء في المياه. فبنحاول بمشيئة الله ان مدينة 6 اكتوبر الجديدة يكون لها نصيب انها تبقى مدينة سمارت ومدينة خضراء ان شاء الله. طيب عن المكان اللي احنا فيه ده حاليا عباره عن ايه بالظبط؟ مجموعه من العماير والبلوكات احنا واقفين حواليها، ورا سيادتك وورايا في اماكن لسه تحت الانشاء، قدامنا في اماكن تم الانتهاء منها تقريبا. عباره عن ايه المكان اللي احنا فيه؟ عشان نوصل للمكان اللي احنا فيه لازم نتكلم ايه المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في مدينة 6 اكتوبر الجديدة. مدينة 6 اكتوبر الجديدة في مشروع سكن مصر دوت سيتم الاستفادة منه عن طريق المواطنين مرتفعين الدخل. الاسكان الاجتماعي طبعا كلنا عارفين اللي هو جاري تنفيذه في معظم المدن الجديدة. متوسط الدخل ده للمواطن اللي هو محدود الدخل. في عندنا مشروعات للمستثمرين العقاريين، وبالفعل هيئة المجتمعات وقعت بروتوكول مع أحد الشركات اللي هي بتشتغل في الاستثمار العقاري بحيث يتعمل
منطقة اسمها منطقة الواحة على مساحة حوالي 7300 فدان، تم تسليمهم 3000 فدان كمرحلة أولى، وبالفعل جاري نهو تخطيطها دلوقتي، وإن شاء الله يبدأوا يشتغلوا فيها. عندنا برضو من ضمن المشاريع الإسكان اللي بيستفيد فيها المستثمرين العقاريين، عندنا مشروع اللي هو دجلة بالمز، وبالفعل المشروع ده شغال وقرب ينتهي، وبالفعل تم تسليم حوالي 700 وحدة للسادة المواطنين. طيب بما اللي احنا المكان اللي احنا فيه بقى، بالنسبة بقى للمكان اللي احنا فيه ده مشروع الإسكان الاجتماعي اللي هو أضخم مشروع زي ما كلنا عارفين. المشروع دوت في منطقة اسمها ال 800 فدان، عبارة عن 40 اسمها 800 فدان. 800 فدان، ودي كانت أراضي متعدى عليها وتم إزالة التعديات من عليها، بحيث إن احنا زي ما انتم شايفين كده بدأنا نعمل حوالي 40,000 وحدة سكنية. في جزء منهم وصل نسبة إنجازها فوق ال 95%، لأن أصلا المفروض إن احنا في 31/12 طبقا لخطة التسليم وتعليمات معالي الوزير إن احنا نسلم 10,000 وحدة سكنية للسادة المواطنين. والله آخر الشهر ده إن شاء الله بمشيئة الله، ومع تعليمات معالي الوزير إن احنا ما نسلمش، يعني بنراعي جودة الحياة للمواطنين، فما بنسلمش أي وحدة سكنية غير بتشطيب جيد وممتاز، يراعى في استخدام المواد عالية الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية، بنراعي ان اللاندسكيب بتاعي يكون مكتمل، بنراعي ان الخدمات زي ما احنا واقفين قدامنا هو سوق تجاري، قدامنا وحدة صحية، قدامنا طبعا الطرق، عرض الطريق، بنراعي طبعا منظومة الطرق انها اهم حاجة في المدن تبقى طرق هندسية صح، بعروض جيدة، بإنارة جيدة، غاز واصل، جميع البنية التحتية تكون خلصانة. فهنبدأ بال10,000 وحدة، وتباعا سيتم تسليم باقي الوحدات السكنية في نهاية 6/2018. لقاءنا الان هيكون مع مهندسه رانيا عبد الله، مساعد رئيس جهاز 6 اكتوبر الجديده. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. باشمهندسه، احنا كنا بنتكلم مع مهندس مجدي، عرفنا انه في نوع من انواع تقسيم السكن لمحدود الدخل وعالي الدخل. عالي الدخل اللي هو السكن مصر. طيب ايه هي زي ما بيقولوا الستاتكس باللغه الهندسيه كده، او الاحداثيات او البلان بتاع سكن مصر؟ ان هو عالي الدخل، مخصوص لعالي الدخل، مساحاته، اماكنه، الارتفاعات، الادوار، حاجات كتير جدا عايزين نعرفها منك. تمام. هي عموما الهيئه عملت قسمت مستويات الدخل، فعملنا مشروع الاسكان الاجتماعي في البدايه اللي هو 90 متر، ده اللي احنا فيه في الموقع حاليا. وفي المشروع الثاني لفئات الدخل الاعلى اللي هو سكن مصر، وبعدين في الاعلى كمان اللي هو دار مصر. احنا هنا عندنا في مدينه 6 اكتوبر الجديده الاسكان الاجتماعي وسكن مصر. سكن مصر الموقع مقابل على طول لموقع مشروع الاسكان الاجتماعي، بيتنفذ حاليا 191 عماره باجمالي تقريبا 4500 وحده. مساحه الوحده في المتوسط تقريبا 115 متر. في المتوسط يعني في اعلى؟ هي اصلا متقسمه حسب الادوار، يعني في 112 115 118. تمام. اوكي، بس يعني هنخلينا نتكلم في المتوسط ان هي 115 متر. العماره 6 ادوار 24 شقه. كل دور ب4 شقق. كل دور ب4 شقق. المشروع كله طبعا هيتعمل بكامل خدماته زي الاسكان الاجتماعي بالظبط، وهيحاط بسور من السياج الشجري عشان يبقى برضو في اختلاف ما بين المستوى بتاع الاسكان الاجتماعي وسكن مصر. مستوى التشطيب الداخلي سوبر لوكس برضو، بس هيبقى مستوى اعلى شويه. سوبر لوكس برضو، يعني هنا برضو نفس التشطيب بس هناك في تاتشات كده زياده، في تاتشات اعلى، مستوى هيبقى افضل شويه عشان حتى المواطنين يحسوا بالفرق. وان شاء الله الخدمات كلها برضو حاليا هناك احنا بنطرحها. مشروعات المرافق برضو بنطرحها عشان كله يشتغل مع بعضه، وان شاء الله نحاول نخلص المشروع في خلال 1.5 من دلوقتي باذن الله، ويتسلم للمواطنين. طيب سكن مصر، وحضرتك قلت حاجه تانية اعلى اسمها دار مصر، ده اعلى بقى اللي هو بيتنفذ برضه في هيئه المجتمعات العمرانيه وموجود في مدينه 6 اكتوبر. اعلى بمعنى ايه بقى؟ ذات الفئه الاعلى برضه، يعني الدخل هو كل الموضوع بيتقسم حسب الدخل. فمستوى دار مصر كمان في التشطيبات واللاندسكيب والحاجات دي كلها اعلى من مشروع سكن مصر. هل ده قريب من المنطقتين دول ولا بعيد؟ هو موجود في الحدائق اكتوبر، وموجود في 6 اكتوبر نفسها اللي هي المدينه الام الاساسيه، اللي هو المرحله الاولى والثانيه في الحدائق، والمرحله الثالثه اللي جاري تنفيذها دلوقتي بتتعمل في 6 اكتوبر الام.
طيب المدينه الكبيره اللي متقسمه 3 قطاعات برضو كبيره زي ما سيادتك قلت مهندس مجديال، هتدخل عليها شبكه مواصلات بالطبع، اذا كانت من الدوله من الحكومه كشبكه الطرق او هيئه النقل، تمام، والناس الميكروباصات والتكاتك والحاجات دي كلها. طيب معروف للاسف انه المواصلات لما بتيجي تدخل في مكان بيبقى فيه نوع من عدم السيطره وبتتحول الى عشوائيه حتى لو مكان راقي. انت ناويه او انتوا ناويين هنا كجهاز الحفاظ على المكان وجودته وطريقه تنظيم الحركه ازاي؟ بص حضرتك، هو احنا في اكتوبر الجديده كلنا بنعمل جروب واحد ان احنا نخلي من البدايه المدينه دي حتى في اساليب تفكيرنا للمشروعات اللي هتتنفذ فيها تبقى مدينه ذكيه ومتطوره. فان شاء الله ان شاء الله احنا بنحاول هنحط منظومه متكامله متطوره للمواصلات وضوابط حاسمه علشان نمنع موضوع العشوائيات في المواصلات والتكاتك والكلام ده، ان شاء الله ما يبقاش ليه اي تواجد داخل مدينه 6 اكتوبر الجديده. يعني في نوع من انواع التنظيم في دماغكم هتعملوه؟ اكيد اكيد، احنا بقول لك في كل المشروعات بنحاول ان يبقى الخطوه دي والضوابط دي هي الاساسيه في الشغل بتاعنا، انها تبقى مدينه ذكيه متطوره نتلافى فيها كل الاخطاء اللي حاصله في المدن الثانيه. طيب هل في ناس انتوا عملتوا مدينه اللي هي الاسكان الاجتماعي بالذات اللي هي ورانا، في ناس شافتها وكان في ردود فعل ولا لسه ما اتطرحتش على الناس تتشاف على الاقل؟ هنا في اكيد الموقع مقياسك كمهندسه الناس في الموقع ده المفروض ان احنا ان شاء الله زي ما انت عرفت من رئيس الجهاز هنسلم وحدات في اخر شهر 12، وابتدت وحدات كتير اتخصصت من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي. من قبل شهرين تقريبا ابتدى المواطنين يجوا لنا الموقع ويتفرجوا، وبعدين المستوى طبعا انبهروا بيه لانهم بيقولوا ده احنا كنا فاكرين كومباوند خاص. فلا المستوى ان شاء الله ان شاء الله يطلع حاجه مشرفه جدا ويبقى حاجه كويسه لمدينه 6 اكتوبر الجديده باذن الله. لقاءنا الان هيكون مع مهندس ايمن صبحي مشرف عام على مرافق جهاز 6 اكتوبر الجديده. اهلا وسهلا بك يا فندم. بحضرتك. باشمهندس، عايزين نعرف ايه هي المرافق اللي تم الانتهاء منها هنا وعباره عن ايه بالظبط؟ وحضرتك هنا المرافق كلها بتاعت زون الف وب وج ودال حوالي 46 كيلو ميه و46 كيلو صرف. حاليا زون الف تعتبر بالكامل بنسبه 95% خلص بالكامل. احنا دلوقتي فاتحين شبكه ميه بالكامل هنا شغاله شغاله طبعا ضخ وصرف. الصرف لسه، الصرف احنا بنجهز المحطه وخط الصرف الرئيسي شغال دلوقتي حاليا، يعني على 30/12 ان شاء الله تكون الصرف كل الشبكه هنا جاهزه، بس المحطه اللي عندي هبدا اجهز الخط بتاعي شغال دلوقتي ان انا اوصل له. انا عندي ابني بتاكسات. مين المحطه اللي انت هتبقى مسؤول معاها او هتبقى رابطه بيك المنطقه دي كمحطه رفع الميه؟ انا محطه رفع الميه اللي جايه لي السؤال اللي احنا صورنا معاهم. هو حضرتك محطه الرفع اللي جايه لي من هنا، جايه لي من خط 1400 هنا، جايه لي من المحطه الجديده اللي هي 1.6 مليون متر. 400 اللي هو متر و40 سم. متر و40 سم. متر و40 سم جايه لي من المحطه اللي هي 1.6 مليون متر مكعب. دلوقتي شغاله المرحله الاولى 300,000 والمرحله الثانيه بتجهز. انا واخد منها خط مديني هنا 800، والحمد لله ربنا قدرنا عشان ما ناخدش من هنا والضغوط، لان المناطق اللي هناك دي كلها عاليه، فخدنا الشبك بتاعنا من ورا على اساس المنطقه العاليه تنزل لي هنا بميه بنحضرها. يبقى انا كده وفرت الطاقه الكهربائيه اللي نازله لي على هنا عشان عملت زاويه انحدار فالميه تبقى اسهل. بقت الضغوط عندي هنا بعمل موازنه للشبكه كلها، بدل ما بعمل محابس BRV والكلام من ده، فكل ده هينزل لي بانحدار من هناك، يبقى الشبكه كلها النقط اللي هنا العاليه كلها يوصل لها ميه بارتاح. يعني نوعيه المرافق المواسير هتبقى نوع ممتاز عشان يتحافظ عليه. لا هنا المواسير كلها اللي شغاله معايا UPVC الميه، بجانب ان انا شغال المواسير الوصلات المنزليه كلها من الداخل بروبولين اللي هو افخم نوع من انواع المواسير. كل الشبكات متنفذه كده جوه العمارات، من بره انا بربط عليهم على الشبكه الرئيسيه UPVC اللي عندي. طيب معلش المرافق العامه بالذات الميه الصرف والتغذيه بتاعتها بيبقى للاسف ممكن احيانا في مواطنين يتعدى عليها بكسر او بعمل حاجه معينه عشان يخدم نفسه.
تمام. فهل انت في موجود حضرتك سيستم هنا او نظام للحفاظ على تلك المرافق، الشغل اللي انت بتعمله ده، الخامات اللي انت عاملها دي كلها، النسب الهندسيه اللي انت عاملها مظبوط عشان توفر نفسك على حمل الطاقه؟ ممكن واحد يجي زي ما انت يزود من عنده. يجود، بلاش يزود، يجود من عنده. انت ازاي السيستم اللي انت هتعمله عشان الحفاظ على المكان ده؟ انا حضرتك لما تبص لكل مجموعه عمارات هتلاقي كل مجموعه عمارات 3 عمارات فيهم باركنج. انا خليت الاسكان يظبط لي قطر الماسوره بتاعته اللي شغال بيها، وانا باخد منه. يعني هو بالنسبه له كان الاول بيعمل غرفه تفتيش يمين على مطبخ، قلت له لا ما تعمليش كده، خليته كل مجموعه عمارات مع بعض 3 عمارات مع بعض يعمل لي شبكه داخليه بغرف تفتيش، ويطلع لي بمطابق مساعده للعمارات باقطار اكبر، عشان لو حصل اي مشكله الشبكه الرئيسيه اللي عندي ما يحصلهاش اي مشكله. المطابق المساعده دي مش اوفرلود عليك. لا، انا باخد اللي عندي بقى وبخليها انحدارها بالنسبه لي استقبله، وباستمرار بخلي انا عماراتي بصفه دايمه غرف تفتيش اعلى والمطابق المساعده، يبقى في جميع الاحوال حتى لو حصل عنده مشكله في الشارع ما تردش في العمارات. ايوه فهمت. اعلى مش هتطول، هي بتصب. تيجي في الشارع بس ما تجيليش في العمارات جوه. فبدات اظبط السيستم بتاعي كله، الشبكه من الداخليه بكده. نفس السيستم بعمله برده في شبكه الميه، ان انا في الميه بعمل دلوقتي انا عندي ري، فمبدئيا دلوقتي انا لسه شبكه ري ما اتنفذتش، لان بنفكر دلوقتي نعمل نظام ري بالمياه الرماديه، اللي هي الميه بدل ما انا استخدم شبكه الميه الحلوه في الري، لا انا في محطه دلوقتي بنعملها هاخد منها شبكه ري مستقله، فبعمل شبكه ري دلوقتي بمصدر مؤقت، والمصدر الدائم بتاعها على اساس الشبكه تجهز عندي اشبك عليها مباشره، ما ارجعش اقطع تاني في الطرق واعمل المشكله دي من اول. وبعدين ماشي بالسيستم كمان في المرافق، يعني انا مخلي اول رصيف ده للتليفونات، تاني رصيف اللي هو بتاع يعني اسكان، اول رصيف ده في التليفونات، تاني رصيف ده خاص بالكهرباء بس، بعد الرصيف على طول خط الميه، بعد خط الميه بمتر خط الغاز الفرعي، في نص في الجزيره اللي في النص جنبيها بمتر حاطط خط الغاز الرئيسي، في قلب الجزيره اللي في النص كابين التليفونات اللي هي الغرفه الرئيسيه. طيب انت حلولك كلها هندسيه؟ كلها هندسيه عشان تتلافى اي حاجه؟ مفيش اي نوع من انواع التوعيه برضو تسند معاك؟ ما هو ده بقى حضرتك التوعيه دي عايزه يعني احنا دلوقتي في مرحله بس ان احنا نوصل لمنظومه كامله. حليت هندسيا بيرفكت، يعني حتى لو تعدى مش هيعرف، مش هيعرف يتعدى عليا دلوقتي خلاص. يعني حتى انا شبكتي كلها ريحتها من قدام، يعني انا حتى مش هيعرف. احنا لما بدانا حضرتك بدانا بزون الف، زون الف ده اللي مجمع الصرف المنطقه كلها ورامي الناحيه دي، فبقت اصعب منطقه عندي اللي احنا نحل منها، الم الصرف فيها كله ويطلع منها الميه كلها. وبالتالي انا حليت المشكله في الكبير. يعني انت دلوقتي لو طلبت مني اي منطقه من دول اقدر اصرفها هقدر اصرفها دلوقتي خلاص، كله بيرمي على هنا. اي منطقه اغذيها بالميه هقدر اغذيها دلوقتي بالميه. انا اللي فاضل لي حتى الكهرباء بدانا ناخد من مصدر مساعد لحين تنفيذ محطه الكهرباء بتاعتنا، ولو يعني دلوقتي حاليا انا اقدر انور مجموعه عمارات لحين ان انا طالب كم ميجا كده اقدر اظبط نفسي بيهم. يعني لغايه ما يتم انشاء محطه. يعني انا دلوقتي كل المرافق عندك حضرتك لما تلف في اي منطقه دلوقتي تلاقي فيها ميه غاز، صرف ميه كهرباء غاز تليفونات، والطرق زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي يعني معنى ان احنا بنعمل سن خلاص احنا كده مخلصين كل المرافق اللي تحت. شايف هيساعدك التوعيه برضو؟ طبعا ده اكيد، بس انت عشان توعي لازم يبقى في ثقافه ان احنا نحافظ على نفسنا. عشان كده تلاحظ ان احنا حضرتك بنعمل ايه؟ مناطق جماليه عشان الناس تهتم بيها، والناس لما تلاقي انك انت بتفرض عليه. بفرض عليه بعدين خدمه. يعني انا بعمل جوه لاندسكيب وبعمل برجولات وبعمل مكان الناس تقعد فيه وتعيش فيه براحه نفسيه كويس. حتى ذوي الاحتياجات بنعمل لهم السيستم بتاعهم جوه، يعني بنعمل لهم الطرق بتاعتهم وبنعمل لهم يعني حتى المدينه ديت معموله على احترام احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصه. حتى الحديقه دي احنا عاملين حسابنا ان هيبقى فيها للاحتياجات رمبات لوحديها، السلم وجنبه رمب خاص بيه، والسلم هناك رمب خاص بيه، فاحنا عاملين السيستم ده كله بالشكل ده. حتى البراكنج معمول لذوي الاحتياجات، اللي هيخش الحديقه هيخش ازاي. يعني هنا انا عندي باركنج وما بين العمارات معمول حساب، يعني لو دخلت اي لاندسكيب تلاقي معمول حسابه. فانت بتتكلم بشكل عام عن التوعيه، الثقافه اللي هتجبر الناس. انت لما تلاقي الحاجه كويسه ونظيفه لازم هتجبر الناس تحترم الوضع وتحافظ عليه، لان انا عامل لكل واحد كل 3 عمارات باركنج الخاص بيهم لعربياتهم، جرين اريا ليهم، ديسكات اللي يقعدوا عليها. فانت في الاخر ال3 عمارات دي خاصه بيهم كاني عامل لهم كومباوند لوحده. ففي الحاله دي لازم نحافظ عليه. احنا لما نقعد في كومباوند بنحافظ عليه.
تابعنا مع بعض النهارده من داخل جهاز مدينه 6 اكتوبر الجديده، وكنا داخل المدينه شفنا اجزاء كبيره جدا منها في اثناء التنفيذ. حاليا احنا بنصور كمان داخل منطقه الاسكان الاجتماعي. بكده خلصت حلقتكم النهارده، تابعونا وبرنامجكم.